السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وفيديو جديد معاكم وروتين جديد النهاردة. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا نروح نجيب المانجا، يلا بينا نروح نجيبها ونخزنها. دي وقتها وده اوانها يا جماعة، ما استنوش اكتر من كده الصراحة. عشان كل ما هتغيب كل ما هتنشف ومش هتبقى حلو. هي ده اوانها وهو ده وقته، ومش غالية الصراحة، أرخص من البطاطس. يعني المقولة الشهيرة اللي في السوق اليومين دول، المانجا أرخص من البطاطس. المهم دي مانجا زبدية اسماعيلاوي. ست اللي أنا بجيب منها صراحة كنت مصرية، على رحت جبتها منها الساعة 9 الصبح، كانت لسه ما فرشتش. بسم الله ما شاء الله، دول 17 كيلو مانجا. آه، يعني الكمية دي بتكفينا وبتوفي كمان لرمضان لي أنا وأولادي، لأن احنا برمضان لوحدنا في الشقة يعني. وبدأت معاكم اهو، بسم الله ما شاء الله. المانجا ديت هما كانوا 3 خضر صراحة، اللي لقيتهم في الكرتونة كلها ما شاء الله. ال3 خضر دي واحدة واتنين تانيين. هنا بوريكم بقى ازاي انا بقشرها. انا كنت بعينها الاول كل كيلو كيس فيه مانجتين كده، بس الصراحه لقيتها بتاخد كميه كبيره قوي قوي في الليزر. فقلت لا، بقالي سنتين بقشرها وسهله. ورمضان كمان عاد بيجي في الجو يعني دافي شويه كده، بروح مطلعاها. يعني كنت بعينها الاول، استنى عشان ما تتوهش مني، كنت بعينها سليمه كده، اجي اقشرها بقى اقعد اعيط من ايديا ومن صوابعي، واقعد اشد في المانجا، واقعد اعمل فيه، واقول يا ليل يا عين بقى من السقوعية اللي في المانجا الصراحة. فاني هنا قلت لا. آه وما جربت الطريقة دي صراحة ارتحت لها. انا هنا قشرت واحدة اهي، جبتها في الطبق اللي الطبق ده من البانيو، طبق كده شبه البانيو يعني منه طويل وعريض. فهنا قشرت اهو باكل التانية. هنا بقى في رمضان بروح حطها كده زي ما هي سليمة. اللي رايح واللي جاي هناك دي جوزي يا جماعة. المهم آه بقشرها كده وبروح مقطعاها، وبروح حاطه كل الكمية يعني على قد ما انا بنشرب يعني في كيس. وساعة قبل المغرب بنص ساعة بروح مطلعها حطها في الخلاط، حط عليها السكر وشوية الماء، اسيبها بس تفك عشان الخلاط ما يتكسرش، واروح ضربها في ثانية. حتى برضه لو جالي ضيف جالي بتاع وعارفة مثلا انه جاي، بروح عاملاها كده، ولا تعب بقى ولا تقشير ولا ايدي توجعني. صراحة الطريقة دي حلوة وعجبتني وبعتمد. المهم ان انت ساعة ما تقشريها ما تسيبهاش ولا تغيبي عليها. المهم هنا بقى بالسكينة بوصل لاخر النوايا بتاعة المانجاي، بشدها كده وبقعد اعمل فيها. اه السكينة دي صراحة كبيرة. آه، قعدت اعمل فيها كده، حسيت انها هتعورني. قعدت حبيت بس بقى قدامكم كده اهو، حتى هسيب الحتة دي. في سكينة تانية صغيرة عندي مشرشرة بقى، بروح في الاخر كده ايه، قعدت اقعد احك يعني ايه بالظهر في النوايا كده لحد ما افضها خالص. دي بقى اللي كانت خضرة اهو. قطعها دي كلهم، انا وريتكم 2 اهم. طبعا الكمية دي كلها مش هقف اعملها في المطبخ يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. الكمية دي 17 كيلو زي ما قلت لكم، مش هقف صراحة اعملها كلها في المطبخ. هنا بقول لكم يعني هنقعد نعمل كده. وهي شوفوا بسم الله ما شاء الله اهي. وبروح بقى مقطعها حتت حتت صغيرة كده عشان الكمية، يعني الفليزر عندي صغير مش كبير، ما تاخدش برضو كميات كبيرة. وبالمرة كمان عشان لما اجي اضربها في الخلاط ما تبقاش كبير، قطع كبير. هنا بوريك اهوت، اروح اقطع كل الكمية دي وارجع لكم ان شاء الله. بس هنا بقول لكم لا، لازم ادوق لازم ادوق، مش معقول اقطع وما ادوقش. المهم هنا بقى رحت خلصتها كلها ورجعت. ده بقول لكم شفت البيز، ما فيش حاجة اهو. هنا اهو الطبق بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. الطبق كله اهو بسم الله ما شاء الله، عمل كمية حلوة. هيعملوا معايا بالحق يا جماعة الكيس دي غليت اول كده. اكياس التلاج 12 كيس من ده ب15 جنيه، ب5 جنيه قصدي، 12 كيس ب5 جنيه. انا كنت مضطرة وكنا يعني بالليل
بعد كده لا مش هجيب من الدكان الصراحة، لا راح اجيب من السوق، اجيب له نص كيلو واسيبه في البيت. حتى لو نص كيلو ب20 جنيه اوفر، هيبقى كمية عن كده. المهم هنرجع بقى للمانجا، او ده اللي كيس كان مضايقني صراحة. نرجع بقى للمانجا. هو الكوباية دي اللي انا بعمل بها كل سنة، يعني هي دي المعيار بتاعي. يعني المعيار دي بيكفينا انا وولادي يعني الحمد لله. اه بيبقى على قد الشفشق وحلوة كده. هروح بقى بكياسة الاكياس كلها واروح راجعة عليها. هي الكمية كلها ان شاء الله يطلعوا 13 كيس، وهيتبقى حبة كمان في الاخر. يعني طباخ السم بيدوقوا يعني يا جماعة برضو، ولا انتوا رأيكم ايه؟ الحبة اللي هيفيضوا هنضربهم في الخلاط وهنشربهم. انا والواد يعني جوزي المفروض يعني يولي دافع يا جماعة. الحاج صاحب البيت دفع الفلوس، مش هندوقه منها حتى قبل ما يمشي. الحبة اللي هيتبقوا في الاخر عملنا شفشق كده، والله طعمها كان جميل. مش عشان بشكر في حاجتي، لا هي الحاجة صراحة ما بتبقى في اوانها بتبقى طعمها حلو. وهي ما شاء الله عليها يعني مانجا لا يعلى عليه. في ناس بقى بيحطوا عليها اللي هو القرع اللي بيبقى بيتباع مع البطيخ الاصفر دي. ما فيش احلى من الحاجه يا جماعه بتتعمل خير. انا في حاجات ما بحبش فيها الافتكاسات، وحاجات والله دي في الاول وفي الاخر اذواق. برضو الفراوله يقولك الفراوله حط عليها بنجر، يعني قطعه يعني مكعب. لا في ناس تروح حاطين عليها حته كده ما شاء الله دي البطاطايه، يقولك لا ده جميل جميله. فين انتوا ده تعمل فراوله؟ برضو القرع برضو المانجا مانجا، ولا لكم كلام تاني؟ المانجا مانجا، ولا قرع ولا غير قرع ولا الكلام ده كله، هي المانجا مانجا. المهم بقى عبيتهم كلهم، وده الحبة اللي باقيين كانوا واقفين جنب الجيش بتاعي يقولك لا انت هتعملها كلها ولا ايه؟ عايزين ندوق عايزين ندوق، انت عمال تضربوا فينا مش قادرة تدي حتى حاجة. عايزين ندوق. قلت المهم يلا زي بعض هنجحش. احنا النهاردة هنجحي ونشربهم المانجا. ربنا يخليهم ويشربوا يا رب. هنا بقى رحت عاملاها وبقول لكم شوفوا لونها وجمالها. هنا رحت جايبه شويه سكر، كانت سكر لا هي مسكره خلقه. المهم بقى رحت ضربه جبت شويه ميه ساقعين كده، ورحت ضربها في الخلاط، وروحي وتعالي بسرعه كده. هنا بوريكم بقى اهو، بقول لكم بسم الله ما شاء الله شوفوا الاكياس اهو ما شاء الله عبروا على 13 كيس حلوين الحمد لله. رمضان كله 30 يوم، كل سنة وانتم طيبين. يوم مانجا، يوم فراولة، يوم جوافة ان شاء الله اما يجوا اوانهم هنخزنهم. هنا شوفوا بقول لكم شوفوا الفراولة صفرة ولا قرع بقى يصفرها ولا غير يصفر اهو. تشربوا معنا مانجا بقى. متنسوش اللايك والاشتراك، واشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة.